بسم الله الرحمن الرحيم بشرك الله تبارك وتعالى زوار الناس بهذه القصيدة وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات معا في شهر رمضان عام ألف فاز الذين حافظوا على الصيام شهر به أغلق باب للإيام فاز الذين حافظوا على صيام شهر به أغلق باب للإيام يرون أفضل فتور في الخبور وفي الخيامة من المغني الكبير شهدوا خالق الورى لسائمين في رمضان برضاه الخائمين هباتهم عند الإله وافرة نالوا المنى في الدرجات الآخرة رد لغيرهم عذاب النار بغير درهم ولا دينار رفعهم برمضان الرافع نفعهم بالصلوات النافع مد لهم من النفوس الباقي ذو الأردين سبع واتباق ضيافة الباقي لدى الجنان تمعنا سوم بامتنان أجر الذي ما عنده لا ينفد أجر كبير مع تراع النفد أجر الذي ما عنده لا ينفد أجر كبير مع تراع النفد نفع صيام شهر في الدارين يكفيكم العارين والنارين عبدتم الله الكريم الأكرم بغير زار قد يقود الكرم إلى زواكم تنتهي النيران يوم القيامة كذا الخسران ملكتم نفوس في النهار تنحو لغيركم ذو انتحار أبواب جنات النعيم فتحت لسائمين والجميع فتحت لكم لدى الفتور واللقاء يا قوم فرحتان باتخاء ستعلمون أن ربكم كريم وأن عنده أجورا لا تريم شكرتم الله على شهر صيام ستدخلون جنة دون أيام شكرتم الله على شهر صيام ستدخلون جنة دون أيام بهذه الأبيات وأخرجها إليهم لتكون فتورهم يوم العيد والله على ما نقول وكيل